بسم الله. اهلا بيكم في حلقتنا النهارده. كلنا فيها فرحانين، كلنا فيها مبسوطين، سواء زملكاوي سواء اسماعيلاوي سواء مصري، كلنا كل الانديه النهارده فرحانين النهارده بفوز النادي الاهلي المصري على الوداد المغربي. النهارده النادي الاهلي توج بلقب دور ابطال افريقيا للمره ال11. النادي الاهلي دايما رافع راسنا بجد. انا بنتمي للقلعه الحمراء وبحيي النادي الاهلي والقائمين على اللاعبين في كل حاجه ما شاء الله. 5 عليهم بجد، 5 عليهم، دايما مفرحينا بجد بجد بجد. تحيه للنادي الاهلي. امبارح انا نزلت مع يعني بعض من اهلي وكده نشوف الاحتفاليه اللي بيها المصريين قاموا بيها. بجد الناس كانت فرحانه، الناس كانت محتاجه حاجه تفرحها، مبسوطين جدا باللي حصل، فرحانين، خرجنا من مود احنا كنا فيه بجد. شكرا للنادي الاهلي بجد، يعني كلامه واللي حصل فرحنا. امبارح كنا محتاجين ان احنا نفرح. وانا بدور كده وبشوف كده يعني ايه اللي حصل، لقيت كلام كده عجبني كده، قلت اخش اقراه لكم كده. بيقول لك ايه بقى، ايه اللي بيقولوا بقى؟ بيقول لك: وذلك رفع الاهلي رصيده من القاب البطوله القاريه الى 11 لقبا، كاكثر الانديه في تاريخه بفوز باللقب، كما رفع رصيده من البطولات الدوليه الى 25 بطوله، بينهما 8 القاب بالسوبر الافريقي واربعه كاس ابطال الكؤوس الافريقيه، ولقب واحد بكل من الكاس الافرو اسيويه والفيدراليه الافريقيه. بيقول لك ايه كمان بقى؟ كلام انا عجبني قوي قوي يعني. ويحتل الاهلي المركز الثاني كاكثر الانديه تحقيقا للبطولات الدوليه وفي العالم، خلف ريال مدريد الاسباني، وذلك جمع في رصيده 29 بطوله، بينما يحل بوكا جونيريز الارجنتيني الثالث في القائمه ذاتها برصيد 22 بطوله. بجد بجد يعني انا مبسوطه من اللي انا بسمعه على النادي الاهلي. امبارح حصل كمان احتفاليه جميله قوي للعيبه وهم في الطياره، وكهربا وهو بيحتفل، وقد ايه كلهم كانوا مبسوطين بالاحتفاليه الجميله ديت للنادي الاهلي. انا من قلبي كنت سعيده جدا جدا، ولما شفت كمان الناس مبسوطين وفرحانين وخرجوا من المود اللي هم فيه انبسطت ليهم جدا جدا. والف الف الف مبروك للنادي الاهلي بدوري ابطال افريقيا، ودايما دايما دايما يا اهلي مفرحنا ورافع راسنا دايما يا اهلي. شكرا ليكم. انا حبيت بس كده اخش على السريع ابارك للنادي الاهلي وبارك لكل القائمين على النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، فرد من لعيبه النادي الاهلي. مبروك ليكم جميعا، وفرحه كهربا كمان فرحتنا معاه، وحركاته الجميله فرحتنا. شكرا ليكم للمتابعه، وما تنسناش طبعا باللايك بتاعكم الكريم اللي دايما بتدعمونا بيه، وفي رعايه الله.